تيجي الام مثلا تقول لي انا ابني يا دكتوره مش بياكل كويس، مش عارفه حتى لو ادينا له دايت وظبطنا الدايت مش بياخد المتطلبات اليوميه دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك الدكتورة شيرين أبو المجد، مدرس بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة محافظة أسيوط. هكلمكم النهاردة يا جماعة عن بعض البرودكتس بتاعت شركة اوريجينال فارما، ده من خلال تجربتي ليهم على كذا مريض من كذا سنة. المنتجات دي منتجات جميلة جدا. أول حاجة فيهم يا جماعة منتج المونتو ده ويت بروتين، حاجة جميلة جدا 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 وحاجة هايلة مفيدة للكبار وللصغيرين كمان. أنا بتواجهني مشاكل كتيرة، تيجي الأم مثلا تقول لي انا ابني يا دكتوره مش بياكل كويس، مش عارفه حتى لو ادينا له دايت وظبطنا الدايت مش بياخد المتطلبات اليوميه دي. فبحط المونتو في ضمن البروجرام بتاعي او ضمن الدايت بتاعي، ان الام بتمشي على معلقتين مثلا على كوبايه زبادي او كوبايه عصير او كوبايه لبن، اضافه الى معلقه عسل ابيض عليه. بيدي الطفل وجبه متكامله، وجبه هايله جدا، بيساعد في الجروث بتاعه الطب بتاع الاطفال، لان فيه فيتامينز وفيه كربوهيدرات وفيه مينرالز وفيه فات، حاجه جميله جدا وملوش اي سايد افكت، وممكن استعمله حتى من غير استشاره الطبيب. الست بتكمل عشان تزود وزنها، بقول لها كملي بيه براحتك من غير ما ترجعي لي تاني، تمشي عليه في اي وقت هي عايزاه. منتج جميل وفي نفس الوقت سعره في متناول الجميع، والنتائج بتاعته كويسه، ممكن يوصل لزياده 2 كيلو شهريا. ده بالنسبه للمونتو. تاني برودكت حلو قوي قوي قوي، وده عن تجربه فعلا مع ناس كتيره جدا او بيشنت كتير جدا، الفيرمكس. الفيرمكس ده يا جماعه فيه ماده الكافيين، فيه ماده الصبار وفيه المنتول وفيه الجليسرين، مواد جميله جدا ومهمه للسكين وكلنا عارفين كده. اول مشكله بحب اجربه معاها مشكله السليوليت، اللي هي بتعتبر مشكله صعبه جدا وبتضايق ستات كتيره جدا، اللي هو التجمع الدهني اللي بتبقى زي التكتلات الدهنيه تحت الجلد، ودي بتضايق ناس كتيره جدا. طبعا في اللبس نيجي في بروجرام اللي بنحطه عشان خاطر علاج السليوليت، مثلا هنعمل ميزوثيرابي، هنعمل كافيتيشن وات ايفر، هنعمل ليزر، لازم استعمل معاه الفيرمكس، منه عشان يزود البرننج اكشن بتاع الفات، ومنه عشان ماده الصبار والمنتول والالوفيرا بتزود الالاستيست بتاعه السكين. فبالتالي بعد الست ما بتخس وتتخلص من السليوليت بتيجي ما ترجعش تشتكي لي يا دكتوره انا الجلد بتاعي مترهل، الجلد بتاعي بقى يعني الجلد بيبقى ريدندنت، انا شكل جلدي مش كويس، حاسه ان انا جلدي كرمش. بنتغاضى على كل المشاكل دي، وفعلا جاب معايا نتائج كويسه وحلل لي مشاكل كتيره قوي مع ستات كتير. تاني مشكله يا جماعه ان انا ممكن استعمل الفيرمكس، وده immediately بعد الولاده على طول. الناس اللي بتشتكي من ستريتش ماركت بعد الولاده، او كانت تخينه وخست او رفيعه وتخنت بتشتكي من ستريتش ماركت، ده بيجيب نتائج كويسه جدا وخصوصا في بدايتها، لان بيزود الالاستين وبيزود الفبرين بتاع السكين، فبيزود الاستيست بتاعه السكين. جربوه وهو سعره في متناول الجميع، وممكن نجيبه حتى من غير استشاره الطبيب. ده الفيرمكس. من ضمن البرودكتس الحلوه برضو اللي انا بستعملها مع شركه اوريجينال فارما اللي هو الديلي دارك. الديلي دارك اللي بيشتكي من اماكن فيها زياده تصبغات فيها زي الرقبه زي الوش، ده كريم جميل جدا، وكمان الاماكن الحساسه بيساعد على تفتيح الجلد، ونفس برضو تاثيره كريم الرومكس. برضو في مشكله تانية يا جماعه بتواجهني، اللي هي مع التخسيس الاقي الستات بتشتكي يا دكتوره شعري بقى يقع، يا دكتوره انا متضايقه جدا لان كل ما اسرح شعري بيقع بطوله. ليه؟ طبعا احنا عارفين مع التخسيس بيحصل الفيتامين ديفيشنسي والمينرال ديفيشنسي نتيجه اللي هي مش بتاخد الريكوايرمنت الطبيعيه للهير جروث. فبنصحها ان هي تستعمل الفيروتون بكل انواع، ممكن نستعمل السبراي، ممكن نستعمل الكريم. مع الاستمراريه على استعمال الفيروتون لفتره طويله بتبدا الست تتغاضى على هذه المشاكل، وما ترجعش تقول يا دكتور انا شعري بيقع ولا ما بيقعش. حاجات جميله وكلها في متناول الجميع واسعارها كويسه جدا. وشكرا لاوريجينال فارما.